في ناس بتتكلم الكل يسكت، وفي ناس بتؤمر والكل ينفذ. طب ايه اللي بيخلي شخص عادي يتحول لقائد من غير ما يطلب؟ في فرق كبير بين انك تبقى في موقع قيادة وانك فعلا تكون قائد. الناس ممكن تسمع لك غصب عنها، بس عمرهم ما هيتبعوك بجد الا لو حسوا انك تستحق. القيادة الحقيقية مش انك تمشي قدام الناس ولا انك تدي اوامر. القيادة الحقيقية هي انك تأثر فيهم لدرجة انهم يمشوا وراك وباختيار. في الحلقة دي هنتعلم ازاي تبني احترام من غير ما تطلبه، وازاي توجه الناس من غير ما تفرض رأيك عليهم، وازاي تخلي حضورك لوحده يقود المجموعة. والشفرة مش انك تدي اوامر او تمارس سلطة، لكن انك تسأل، ترشد وتحفز اللي قدامك وتخليه يحس ان في حد فعلا شافه وشاف البطل اللي فيه. الفرق بين اللي بيمشي قدام الناس واللي بيمشي وسطهم هو اللي بيحدد مين القائد الحقيقي. ما بيحاولش يبان اعلى، هو بيحاول يفتح الطريق. الفرق كبير جدا. اللي بيمشي فوق الناس يخلق مسافة تخوف، اعتزال وتكتم، لكن اللي بيمشي وسطهم ده بيبني ثقة وبيخلي الناس يحسوا بالأمان وبيتشجعوا يمشوا معاه حتى وسط الصعب. الناس ما بتتبعش أذكى واحد في القعدة، الناس بتتبع اللي بيخلي الدنيا أوضح. ولما تتكلم بطريقة معقدة أو تدي تعليمات مش مفهومة أو تبقى نيتك مش واضحة، اللي حواليك يبدأوا يشكوا فيك ويبعدوا عنك ويتوتروا منك. لكن لما تكون واضح، كلامك بسيط ورسائلك مفهومة ونيتك باينة، الناس بتحس بالثقة من الوضوح ده. مش دور القائد انه يكون عبقري، دور القائد انه يخلي الطريق مكشوف. الوضوح هو لغة الثقة، وكل ما كنت واضح كل ما كاريزميتك زادت. اللي بيحب يمسك كل حاجة بيخسر الناس قبل ما يخسر كل حاجة. طب لو سبت مساحة للي حواليك، ممكن تكتشف فيهم إمكانيات أكتر من اللي كنت متخيله. القائد الضعيف عايز يكون شايف وسامع وبيقرر كل حاجة، لكن القائد الحقيقي بيفهم ان قوته بتكبر لما الناس اللي حوالين منه بتكبر. لما تدي فريقك او الناس اللي معاك مساحة يتحركوا، يجربوا، يغلطوا ويتعلموا، انت مش بتفرط في السيطرة عليهم، انت بتبني ثقة معاهم وبتخليهم يكتشفوا نقاط قوتهم وضعفهم بس بنفسهم. والنتيجة بدل ما يكون عندك ناس بتسمع الكلام، بيكون عندك ناس شايلة معاك. كل ما تحاول تتحكم في كل تفصيلة، كل ما بتخنق فرص النمو للآخرين وللمجموع، وبكده بتخسر كاريزميتك بالتدريج. كاريزما القيادة مش انك تمسك كل الخيوط، كاريزما القيادة انك توفر الخيوط وتعلمهم ينسجوا بيها. القائد صاحب الكاريزما الناس بتفتكره بعد ما بيمشي. طب انت لما بتمشي وتسيب الناس، بتفضل سايب سيرتك وتأثيرك ولا كنت بس صوت عالي في لحظة مؤقتة؟ القائد الحقيقي ما بيمسكش في الكرسي ولا بيقيس نجاحه بعدد الناس اللي حواليه طول الوقت. القائد الحقيقي بيقيس نجاحه بحاجة واحدة بس: هل الناس بقيت أقوى من بعدي؟ أكبر لحظة قيادة هي اللحظة اللي تسيب فيها المكان وتلاقي اللي اتعلم منك بيكمل الطريق. القادة ما بيمشوش عشان بينسحبوا، القادة بيمشوا عشان أدوا مهمتهم وتركوا الأثر. لو حاسس ان الكلام ده لمسك، دوس لايك واشترك وشاركه مع اللي محتاج يسمعه، ونكمل الحلقة الجاية. وسلام.